تيجي ابسطها لك. يا ست انا بقول لك انزلي الجيم وشيلي حديد ومش تعملي عضلات زي الرجاله او حتى شبه الاشكال اللي بتشوفيها على السوشيال ميديا. في تفاوت كبير في هرمون التستوستيرون بين الرجاله والسيدات. البنات عندهم معدل افراز اقل بكتير، فبالتالي احتماليه نمو عضلي كبير ضعيفه جدا. الدراسات اثبتت ان البنات بتزيد حوالي نص باوند اللي هو بيعادل تقريبا ربع كيلو جرام عضل في الشهر، يعني من 3 ل 7 باوند في السنه. وده مش حجم عضلي اساسا، بس ده جسم مشدود ومتناسق اكتر. والقوه اللي انت بتحس بيها في اول 8 اسابيع ده سبب تناسق عضلي وتحفيز عصبي، مش زياده في حجم العضله. بعدين حرام عليك تحرمي نفسك من فوائد تمارين المقاومه بسبب خوفك من اشاعات ملهاش اي اساس من العلم، لان رفع الاوزان بيشد الجسم ويخلي مظهره افضل ومرن اكتر، بيقوي مناعه وبيزيد من كثافه العظام، وده بيحافظ عليك من هشاشه العظام او حتى القصور خصوصا عند التقدم في السن. بيحسن الايض وبيزود من معدل الحرق في جسمك، ده غير انه بيقلل التوتر وبيرجع الثقه في النفس وبيظبط المود، بيقلل من خطوره الوفاه من الامراض المزمنه زي السرطان او السكر وضغط الدم. فاللي هيقول لك ان الحديد هيخليك تعملي عضلات زي الرجاله اعملوا له بلوك واسحبي شنطتك وانزلي دغدغي الاوزان واسمعي مني وما تراجعيش ورايا. اديني بسطتها لك، فما تنسيش اللايك والفولو عشان تتابع باقي السلسله. سلام يا عمر.